لو الكامبين ضربت منك مرة واحدة تعمل إيه؟ بُص يا صديقي، ما ينفعش تبقى بياع، يعني لازم تبقى أصيل. لو معاك كامبين أصيلة بنت ناس محترمة مربيها على إيدك، شغالة بقى لها شهرين 3 والّا يا عم حتى أسبوعين 3 والّا كام يوم 3 حتى، بس شغالة وبتجيب، جات في مرة واحدة إيه، قامت ضربت. أنت مثلًا بتجيب المبيعة ب30 جنيه لقيتها بقت ب60 ب70. في ناس بتجري، تجري توقّف الكامبين على طول. طب وماذا بعد؟ وقّفت الكامبين وماذا بعد؟ هتعمل إيه؟ هتعمل كامبين جديدة صح؟ وتجيب من الأول صح؟ طب وده ينفع؟ خلّيك أصيل شوية، خلّيك أصيل زي ما هي كانت أصيلة معاك وبقى لها شهرين 3 والّا يومين 3 شغّالة معاك كويس، استحملها، مش من أول قلم ت ت ت تجري وتسيبها. اصبر لإنه وارد يكون حصل أي حاجة عارضة. عارضة بمعنى إيه؟ في ماتش مهم، فالناس نُص اليوم كاملًا يا إمّا في الاستاد، يا إمّا في القهاوي فاتحين الاستوديو التحليلي وكابتن مدحت شلبي شغّال لحد الفجر وكل الكلام القصة الجميلة دي، ما حدّش فاضي يمسك موبايله يبراوز ويطلب أوردرات. فالنهارده الأرقام واقعة جدًا، عادي بتحصل. يوم خميس والناس خارجة، يوم جمعة والناس في زيارات، أول يوم رمضان، مش كل أسبوع هتلاقي فيه يوم أو يومين ال النشاط بتاع البني آدمين بيختلف عن الطبيعي. صابح النهارده إجازة، يعني صابح بكرة إجازة، فالناس النهارده سهرانة، فالإعلان بيسحب بالليل جامد عشان الناس سهرانة وقاعدة على النت. لكن في الطبيعي الناس بتنام بدري لو إحنا في الشتا، فتيجي مثلًا من الساعة 22:00 تلاقي السحب بطيء. كل يوم ليه أداء مختلف وشكل مختلف وأرقام مختلفة، فمش أول ما تلاقي الكمين خرّفت تقوم رايح طافيها. اصبر عليها. هل هي خرّفت فعلًا عشان باظت وضربت والّا حاجة مؤقتة عارضة؟ المنافسة ممكن تكون زادت النهارده، حد دخل رمى ads كتير، مش حد يعني ناس كتير دخلت رمت ads كتير في نفس الحتة أو نفس الkeywords اللي أنت بتلعب عليها. في 100 حاجة ممكن تخلّي الكامبين تخيّش منك مرة واحدة. اصبر عليها، مش أول ما تخيّش تفضل تطفّي وتشغّل، تطفّي وتشغّل، تطفّي وتشغّل، وقاعد طول النهار عمّال تعمل campaigns تقفل campaigns. ما ينفعش. اصبر على الكامبين يوم، 2، 3 لو فضلت مخرّفة خلاص كده استبعدنا كل الإيه، كل العوامل اللي كانت ممكن تكون مأثّرة عليها وهتروح. لأ هي لسه مخرّفة، ساعتها خُد action وحلّل بقى وشوف إيه الأخبار، الدنيا ظهر منافس جديد في السوق، السعر بقى مش عارف، شوف إيه اللي بيحصل، الويب سايت بقى سرعته قليلة، شوف إيه اللي حاصل معاك، إيه المشكلة اللي معاك، لكن مش من أول ما تخيّش منك تروح قافلها على طول. تمام؟